سنة 2024 دي سنة سعيدة علينا. ده انا جايب لك 30 فلتر عظمة حرفيا. الفلاتر ده هتغير صورتك 180 درجة. انت عارفين احمد لما بيغيب بيرجع لك بفلاتر عاملة ازاي؟ قبل اي حاجة كده يا جدعان اقسم بالله انتوا وحشتوني، وانا اسف ان انا بتأخر على القناة، بس انا يعني بظبط لك في شوية فلاتر واجي انزلهم كده اعملوا بوم على القناة. وانا بشكركم جدا يا جدعان على التفاعل اللي انا بشوفه على القناة، من اللايكات من الشير من التعليقات، بجد بشكركم. وباذن الله اكون عند حسن ظنكم الفترة اللي جاية. فيديو النهارده يا صاحبي لو انت ما تعرفنيش اشرح لك ازاي تضيف ال 30 فلتر لبرنامج اللايت روم وبضغطة واحدة. احنا قناة رقم واحد في مجال الفلاتر على اليوتيوب. اهم حاجه يا صاحبي تكمل معايا الشرح كامل عشان تعرف الباسورد وتعرف ازاي تضيف الفلاتر دي. وطبعا يا صاحبي الفلاتر متعوب عليها جدا، وعد مني انت مش هتخرج من الفيديو ده غير وانت ضايف ال 30 فلتر دول. يلا بينا على الشرح. تابع معايا الشرح يا صاحبي، ما تقدمش ثانيه واحده عشان تعرف الباسورد وتعرف ازاي تضيف الفلاتر. طبعا يا صاحبي اول حاجه تعملها تحمل ال 30 فلتر دول من الرابط اللي انا سايبه لك في الوصف او في اول تعليق. اول ما تضغط عليه وتدخل على الرابط هتنزل تحت كده هتلاقي ال 30 فلتر، اضغط هنا ممكن تلاقي 50 فلتر او 60 فلتر، انت اختار ال 30 فلتر. بعد ما تختارهم يا صاحبي هتستنى الشريط العداد دوت وبعدين هتلاقي اللينك مباشر. طيب انت حملت الفلاتر تعمل ايه؟ بعد ما تحمل الفلاتر بقى يا صاحبي هتدخل على البرنامج المشهور اللي هو RAR عشان نفك الضغط بتاع الفلاتر. هتدخل زي ما انت شايف كده يا صاحبي على الداونلود دوت الملفات اللي انت لسه عامل لها تحميل. هتلاقي ملف كده اسمه احمد بازوكا 2024 فلاتر 2024. كل اللي عليك هتعمل على المربع ده علامه صح، وبعد كده تضغط على السهم اللي هو باصص لفوق وبعدين تضغط على كلمه موافق. هقول لك اكتب الباسورد. انا قلت لك في بدايه الفيديو تابع معايا الشرح كامل عشان تعرف الباسورد. انا بقول رقمين بصوت وانا بشرح. انا اسف ان انا مستعجل في الشرح بس انا مش عايز اطول عليكم بجد. اكتب الباسورد وارجع لكم تاني. بعد ما تكتب الباسورد يا صاحبي زي ما انت شايف كده فك الضغط والدنيا تمام قوي. وطبعا يا صاحبي اول باسورد من الفلاتر هيكون 80. ركز معايا بقى. كل اللي عليك يا صاحبي هتدخل على مدير الملفات ده. لو انت ملف الداتا ما بيظهرش عندك لازم تحمل مدير الملفات ده. بعد كده هتدخل على التخزين وبعدين هتروح للداونلود المكان اللي انت لسه فاكك فيه الضغط حالا، وبعدين تدخل على احمد بازوكا زي ما انت شايف كده. الفلاتر كلها تلاقيها باسم. كل اللي عليك هتضغط على واحد ضغطه مطوله وبعدين تضغط على علامه تحديد الكل وبعدين تضغط على كلمه نسخ. ركز معايا في الخطوه دي يا صاحبي. بعد كده هتخرج زي ما انت شايف كده اهوت وتدور على ملف الاندرويد زي ما انت شايف كده الاندرويد، وبعد كده الداتا، وبعد كده اللايت روم موبايل زي ما انت شايف، وبعد كده كلمه فايل، وبعد كده اول واحده فوق وبعدين اللي هي زرارات كتير بروفايلز سيتنج يوزر ستايل. اول ما توصل هنا يا صاحبي اعرف اللي انت ماشي معاه صح. طب انت لا قدر الله لو ما لقيتش ملف الداتا اصلا اقول لك في اخر الفيديو تعمل ايه وهنضيف الفلاتر بطريقه ثانيه. كمل بس الشرح معايا. كل اللي عليك هتضغط على كلمه لاسك زي ما انت شايف كده هتلاقي ال 30 فلتر اتضافوا معانا. طبعا يا صاحبي الشرح اصلا ما عداش 3 دقايق. اعمل لايك. زي ما انت شايف كده الفلاتر اتضافت. كل اللي عليك هتخرج من اي حاجه انت كنت فاتحها بعد كده وبعدين تدخل على برنامج اللايت روم. زي ما انت شايف كده يا صاحبي انا عندي فلاتر لايت روم كتير جدا لسه ما نزلتش، فانا بفكرك ان انت تفعل الجرس دلوقتي تعمله الكل عشان كل ما انزل مجموعه فلاتر يوصل لك اشعار. بعد كده ندخل على ال 30 فلتر زي ما انتم شايفين ونجيب مثلا الصوره دي كده. طبعا الفلاتر اصلا عظمه، يعني اي فلتر عندك هتلاقي الصوره ماشيه عليه، يعني اي صوره عندك هتلاقي الفلتر ماشي عليها. هنشيل من على دي الفلتر عشان ده على فلتر زي ما انتم شايفين. بعد كده صاحبي نضغط على كلمه بريسيت زي ما انت شايف اهو. المفروض ان احنا نضغط على كلمه بريسيت اللي هي الفلاتر اهو. 30 فلتر عظمه، 30 فلتر عظمه نضغط عليهم زي ما انت شايف. ده اول فلتر، ده تاني فلتر، فلتر البلاك الاصلي، فلتر البلاك الاصلي الكل بيدور عليه. بس الفلتر اللي بعده منه فلتر سينمائي، حرفيا يا صاحبي من اقوى 30 فلتر في عالم اللايت روم. بص الفلاتر عامله ازاي يا جدعان. انت لو ما عملتش لايك والله العظيم حرام بجد، حرام بعد التعب ده ما تعملش لايك. تعالى كده اوريك الفلتر ده. بص الفلتر ده عامل ازاي يا صاحبي، جمدان. طبعا تاني باسورد معانا هيكون 60 وبكده قلت لك اول باسورد وتاني باسورد. طب انت بقى صاحبي لو اول طريقه في اضافه الفلاتر ما نفعتش معاك وما لقيتش ملف الداتا خلاص كده عم بازوكا مش هضيف الفلاتر؟ لا طبعا ركز معايا، سهله جدا. كل اللي عليك هتدخل على اي صوره بالشكل ده كده وبعدين تضغط على كلمه بريسيت اللي انا كنت ضاغط عليها وتضغط على الثلاث نقط دول وتضغط على كلمه امبورت بريسيت وبعدين تضغط على الثلاث شرط دول وتضغط على كلمه تنزيل وبعدين تدخل للفلاتر. طبعا انت لازم تفك الضغط بتاع الفلاتر برضه. وبعدين تدخل على احمد بازوكا زي ما انت شايف هتروح تفك الضغط من برنامج RAR وتعمل اللي انا بعمله دلوقتي وبعدين تحدد الفلاتر، تعمل تحديد الكل زي ما انت شايف اهو، اختيار الكل وبعدين كلمه اختيار. هتلاقي ال 30 فلتر اتضافوا معاك وبسهوله جدا جدا. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. وانا قلت الباسورد بصوتي وانا بشرح عشان محدش يقول لي في الكومنتات انا ما عرفتش الباسورد. انا اعمل لك حظر من القناه، واي حد بيكتب الباسورد بيتعمل له حظر مش بيحمل اي فلاتر. يا رب تكونوا استفدتوا في فيديو النهارده والفلاتر تعجبكم، والسلام يا اخواتي اشوفكم في شرح جديد.